الكونسيلر من الحاجات المهمه جدا، مش عشان بس الهالات، بتدي نضاره، بتدي روح للبشره. انا النهارده جيت لكم مش حاطه كونسيلر خالص، قررت اعمل لكم ريفيو عن كونسيلر هاي اند وكونسيلر دراج ستور. السلام عليكم، ازيكم يا بنات حبايب منال؟ يا رب جميعا تكونوا بألف خير وفي احسن حال. انا بيبا صاحبة قناة انا وبيتي مع بيبا. النهارده ان شاء الله انا ومنال عاملين تعاون مع بعض، هنعمل ريفيوهات عن حاجات تخص الميك اب. اكيد مش هعرف اتكلم في الميك اب زيها لان هي فاهمة اكتر في الموضوع ده. بس اتمنى بعد ما تشوفوا الفيديو بتاعها تنوروني في القناة وتشوفوا كمان الفيديو بتاعي. ولو عجبتكم القناة وعجبكم محتواها اكيد يشرفني انكم تشتركوا. القناة بقدم فيها حاجات كتيرة جدا، مش موحدة او مش على حاجة معينة، لا مختلفة. اتمنى ان يكون الفيديوهات عند حسن ظنكم. مستنياكم عندي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم مره تانية على الكنبه، اهلا بكم مره تانية في قناتي، قناه منال سليمان، ومعاكي منال سليمان من هنا ومن قناتي وبعزه وبشمخ. الحمد لله كملت 12000 مشترك. بوجودكم معايا 12000 بنت بتحبني، 12000 اسره بتشوفني، بحبكم جدا. اتمنى لو انت اول مره تشوفيني تعملي لي اشتراك وتدوسي على علامه الجرس علشان يوصلك اشعار باول فيديو بنزله، يوصلك الاشعار وتكوني من اول مشاهدين موني ستايل وقناه موني ستايل. وما تنسوش في نهايه الفيديو تعملوا لي لايك على الفيسبوك وفولو على الانستجرام عشان نكمل العيله بتاعتنا. شكرا بيبا، نورتي قناتي، واتمنى بناتي بعد ما تشوفوا الفيديو بتاعي تروحوا على قناه بيبا تعملوا لها لايك وتعملوا لها سبسكرايب وتقولوا لها انكم من عند موني ستايل، هتعجبكم قناتها جدا، عايزين نشجعها. يلا بينا على الريفيو. النهارده هتكلم عن حاجه اتكلمت عنها قبل كده بس معاها حاجه جديده، وهو كونسيلر. الكونسيلر يا جماعه انا حاسه ان هو مهم جدا لاي حد. الكونسيلر من الحاجات اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها ابدا. انا عن نفسي ان شاء الله هعمل لكم فيديو في الحاجات او من المنتجات اللي ما اقدرش استغنى عنها خالص، لكن الاساسي النهارده هو كات فون دي. كات فون دي من الهاي اند كونسيلر. ده كنت جايباه في الجمعه البيضاء، ده سعره 14 دينار كويتي، والفيت مي سعره 4 دينار كويتي. فكرة الفيديو النهاردة تحدي بين كات فون دي وفيت مي ميبلين. انا قلت فيت مي بيكون احسن للبشرة الدهنية او المختلطة، لانه بيجفف الاماكن اللي فيها لمعان وبيجف بسرعة، لكن الكفر بتاعه كويس للبشرة الدهنية والمختلطة. كات فون دي لما جيت اشتريته علشان اجربه وعلشان كان عليه سيل. وانا عارفه ان كات فون دي برضو للبشره المختلطه والدهنيه، لكن انا بحب استعمل او اجرب على قد ما اقدر المنتجات علشان افيدكم بيها. فكات فون دي معروف، كات فون دي فيه كونسيلر، عندهم بلاشر، عندهم اي شادوهات. طبعا كات فون دي انا مش هتكلم عنه كبراند عالي جدا، لكن لو جينا بقى لعروسه بتجهز وقالوا لها انت ازاي مش جايبه من حاجات الهاي اند، ده كات فون دي حلو جدا وفول كفرج وجميل، هو حلو، بس لو احنا قارنا بينه وبين فيت مي هنلاقي هما الاتنين نفس الشيء. درجتي فيه كات فون دي كانت M25 وورم، والفيت مي انتوا شفتوا الفيديو اللي قبل كده درجتي فيه 20. يعني انا لما جربت الاثنين حطيت برضو واحد الناحيه دي وواحد الناحيه دي، مفيش فرق بينهم. ده جفف معايا برضو، خطط معايا، نفس العيوب بتاعت ده هو ده، لكن فرق السعر رهيب. ودلوقتي تقدري تشتري فيت مي وانت مطمنه لو بشرتك مختلطه او دهنيه، هيعمل لك شغل عالي جدا وكانك اشتريتي كات فون دي. شوف بس الفرق بينهم هما الاثنين. الكات فون دي الكميه بتاعته 6.8 ملي، ده 6.2 ملي، الكميه تقريبا واحده. الابليكيتور الاول، الابليكيتور الاثنين شبه بعض اهم، يا رب يكون واضحين. بس الابليكيتور بتاع كات فون دي تحسي ان هي سكوير شويه، مش سكوير يعني فيها ميل شويه اهو. الميل اللي فيها ده
احسن شويه من الفيت مي لانها بتاخد الزاويه، بتحط شويه في الزاويه. الفرشه نفسها اعرض شويه، اكبر منها. الابليكيتور الباكج بتاعته متماسكه اكتر، مش ضعيفه، دي اضعف ارفع. نشوف بقى الفيسكوزيتي بتاعتهم. ادي الكات فون دي، وادي فيت مي. الكات فون دي الاغمق سنه، وده الفيت مي، زي بعض في اللزوجه بتاعتهم، الاتنين زي بعض. هنشوف كده على العين. ادي الابليكيتور زي ما قلت لكم بزاويه، بتقدري تحددي هنا. اوكي، ده الفيت مي. ده خفيف على البشره، ده بتحسي ان فيه تقل على البشره. ميبلين فيت مي. كده ده كات فون دي، يا رب بس يكون واضح. وده فيت مي. لو حاسين بفرق يا ريت تقولوا لي. الاتنين نفس الابليكيتور، نفس القوه، نفس اللون. هنا حاسه بخفه على الجفن، اخف، رغم ان احنا لما قارنا قبل كده بميبلين النوع التاني منه اللي هو الايج روايند كان ده اتقل. لما جينا بقى نقارن بينه وبين الهاي اند طلع ان الكات فون دي اتقل شويه، وده اخف على البشره. ده بيخطط وده بيخطط، ده بينشف وده بينشف. الكميه بتاعه الكات فون دي اقل من الفيت مي، رغم ان الازازه تبان انها اكبر. ده 14 دينار، ده سعره 3 دينار 750 او 4 دينار. ده هاي اند وده دراج ستور، مفيش فرق كبير بينهم. تقدري تستعملي الاثنين، بس الارخص لك طبعا ده، احتاجي للاثنين كوريكتور. يبقى في النهايه ان الاثنين مفيش فرق بينهم غير الفلوس والاسم، ان ده دراج ستور وده هاي اند. اول حاجه الفيسكوسيتي بتاعتهم نفس الشيء، بس الكات فون دي اتقل شويه. الفيت مي اخف منه على الجفن، ده بتحسي انك حاطه حاجه تقيله. الابليكيتور بتاعهم واحد بس عاطي زاويه شويه عن التاني، فبتقدري تحطي في الزوايا. الاتنين بيخططوا، الاتنين بيجفوا على البشره، الاتنين بينشفوا بسرعه، الاتنين للبشره المختلطه الى دهنيه، لكن الفرق بينهم هو السعر. لازم دوز باودر، لازم كوريكتور للاتنين. اعتقد كده اكون كفيت ووفيت بين كات فون دي. سوري كات فون دي، انا مش هدفع فيكي 14 دينار، لكن هروح لفيت مي اجيبه ب4 دينار، لان نفس الابليكيتور واحد. فيت مي وكات فون دي. اعتقد ان كات فون دي او فيت مي قبل كده عملوا له مقارنه بينه وبين نارس. انا ان شاء الله هجيب كونسيلر نارس وهعمل فيديو تاني وهعمل مقارنه بين الثلاثه، بين الكات فون دي ونارس وميبلين. كده اكون خلصت الريفيو، ويا رب يكون عجبكم ووصلت لكم كل معلومه عن الكونسيلرز اللي استعملتهم. وعايزاكم تكتبوا لي رايكم في كل اللي قلته، ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكيش. وما تنسوش في اخر الفيديو تعملوا لي لايك وشير، وتعملي شير لكل اصحابك اللي بيحبوا الميك اب وعايزين يشتروا كونسيلر. وكمان تكتبي لي كومنت، وتروحي تعملي لي فولو على الانستجرام، تعملي لي لايك على صفحه الفيسبوك، وكمان تخلصوا الفيديو وتروحوا لفيفا تعملوا لها اشتراك وتقولوا لها انكم عاملين ستايل. واشوفكم على خير. باي باي.